السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاستنا. في حلقة اليوم هناقش موضوع حساس ومعقد بيجمع بين السياسة، الاقتصاد والتاريخ. الحديث عن الصراع بين المغرب والجزائر، وبالضبط كيف أصبحت ورقة الغاز والبترول وسيلة ضغط سياسي مش بس على أوروبا، لكن كمان في محاولة للتأثير على موقف الولايات المتحدة من قضية الصحراء المغربية. خلفية الصراع الخلاف بين المغرب والجزائر مش جديد، وجذوره ترجع لفترة الاستقلال في الستينيات. مع الوقت زاد التوتر بسبب قضية الصحراء المغربية، حيث يعتبر المغرب أن الإقليم جزء لا يتجزأ من أراضيه، ويقترح مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي. في المقابل، الجزائر تدعم جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب. هذا الخلاف عمق التوترات وأدى إلى إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ التسعينيات. الغاز يدخل على الخط بعد اندلاع أزمة أوكرانيا. أصبحت الجزائر لاعب مهم كمصدر بديل للغاز عن روسيا. لكن بدل ما تكتفي بالاستفادة الاقتصادية، بدأت الجزائر تستغل هذه الورقة في المجال السياسي، خاصة في ملف الصحراء. وفي خطوة بارزة، التقى الرئيس الجزائري مؤخراً بكبار مسؤولي شركتي شيفرون وإكسون موبيل الأمريكيتين. الهدف: بناء علاقات قوية مع لوبيات الطاقة في واشنطن، والتأثير على موقف أمريكا من النزاع. هل فعلاً ممكن تغير أمريكا موقفها؟ السياسة الأمريكية غالباً ما تعتمد على مصالح استراتيجية طويلة الأمد. يعني حتى لو الغاز الجزائري مهم، ده مش كافي لتغيير موقفها من دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، خصوصاً وأن المغرب يعتبر حليف استراتيجي قوي في ملفات الأمن، الهجرة، مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري. منذ إدارة ترامب، أمريكا أعلنت دعمها الصريح للمبادرة المغربية، والإدارات التالية استمرت على نفس النهج دعماً للاستقرار في المنطقة. أعمق من ملف الصحراء؟ أكيد. الصراع مش محصور في الصحراء فقط. في تنافس استراتيجي واسع بين البلدين. المغرب طور علاقاته الدولية، جذب استثمارات كبيرة، بنى موانئ ومناطق صناعية، وأصبح جسر حيوي بين إفريقيا وأوروبا. الجزائر من ناحيتها بتحاول ترد على ده بورقة الطاقة، لكنها ما قدرتش تبني نفس الثقة الدولية اللي حصل عليها المغرب. السؤال الكبير: هل الغاز والبترول يقدروا يغيروا مواقف الدول الكبرى، ولا التحالفات الاستراتيجية والثقة طويلة الأمد هي اللي بتصنع الفارق؟ من وجهة نظري، حتى لو الجزائر قدرت تكسب شوية نفوذ على المدى القصير، صعب جداً تغير المعادلة لصالحها، خصوصاً قدام المغرب اللي أصبح شريك موثوق وأساسي للولايات المتحدة وأوروبا. شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تعتقدوا أن الغاز ممكن يغير مواقف الكبار؟ ولا التحالفات القوية زي اللي بناها المغرب هي اللي بتحسم؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا زر التنبيهات عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة. نشوفكم قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.